وإن أي كلام عن الأمل يبقى نوع من الوقاحة. وانت جايبنا هنا كلنا بقى عايزنا نعمل ايه؟ نشيل البيبي؟ دي خريطة للأوضاع الاجتماعية في جمهورية مصر العربية في ظل المأساة اللي بتعيشها البلد. مفيش حد يقدر يعيش مطمن على كرامته وحياته وأسرته إلا الأفراد في هذه المنظومات الثلاث. أولاً، منظومة الجهات السيادية، الحكومة، أمن الدولة، المخابرات بأنواعها. ثانياً، منظومة العدالة، القضاء، النيابة، الشرطة. ثالثاً، منظومة الثروة. وفي الحقيقة المنظومة دي بتتعامل وتكاد تشتري المنظومتين دول. الناس دي بس هي اللي بتقدر تنام وهي مطمنة إن محدش هيقدر يأذيها ولا يبوظ لها حياتها. ولذلك نقدر نسميهم الفئات الآمنة إلى يوم الدين. أما اللي زينا، حيا الله علماء، دكاترة، مدرسين، فإحنا مرشحين في أي لحظة ناخد بالجزمة. لا قيمة لنا في هذا الوطن اللي أصبح وطنهم هم، وإحنا بقينا لاجئين عندهم. وبناء على ذلك إحنا ما عندناش غير حل من اتنين. الحل الأول هو إننا نطفش من البلد دي بأقصى سرعة. هنروح فين يعني؟ الدول المحترمة اللي الناس فيها متساويين. انت جاي تقول كده دلوقتي بعد ما الهجرة اصبحت مستحيلة؟ خلاص بطلوا ياخدوا حد من العالم المتخلف بتاعنا ده. ما هو عشان كده احنا مجتمعين، علشان نفكر مع بعض في طرق غير تقليدية. ها يا جماعة، في حد عنده أي فكرة؟ أنا عندي فكرة. احنا ممكن نطلب اللجوء السياسي. لازم يكون لنا تاريخ في التمرد السياسي يا معتمد، واحنا ناس غلابة ماشيين جنب الحيطة. يا جماعة بقول أفكار غير تقليدية. ها؟ لو على غير التقليدي أنا عندي فكرة جهنمية. اتفضل. نطلب اللجوء الجنسي. اسفاف ده. ايه الوقاحة دي؟ ده كلام يا راجل ده. يا جماعة لو سمحتوا استنوا. يعني إيه لجوء جنسي؟ خليك سادة ودانها سميحة. احنا هنروح نقول لهم إن احنا عندنا مجموعة رغبات منحرفة، والناس هنا بتعايرنا يعني وبتضطهدنا، واحنا عايزين نهاجر عندهم بس. ولو اترفضنا والموضوع اتعرف، ساعتها هنتنفخ من جميع الجهات. يلا يا جماعة لو سمحتوا، عايز أفكار خلاقة. انا عندي الكبيرة بقى، المضمونة 100%. قول بسرعة. انا شايف اننا نكتب رواية نشتم فيها الاسلام ونحشيها بقى كفر والحاد على قد ما نقدر. يا جماعة لحظة لو سمحتوا خلوه كمل. نروح على سفارة السويد، الدنمارك، النواحي دي يعني، ونقول لهم بقى ان احنا مضطهدين فكريا. هي فكرة عبقرية، بس برضو لو اترفضنا هنتنفخ من جميع الجهات. الحل التاني يا جماعة، لو فشلنا في إننا نهاجر واضطرينا نفضل في هذا الجحيم، هو إننا نحاول ننتمي إلى الفئات الآمنة. ازاي بقى واحنا زي ما قلت مجرد علماء ودكاترة؟ هننتمي للفئات العالية دي ازاي؟ بإننا نسيبهم، نتجوز منهم. لو ده حصل، ساعتها هنقدر ندخل معاهم مظلة الأمان الخاصة بيهم. والله فكرة، بس اللي عنده عيال في سن جواز بقى. اتفقنا؟ بس على شرط، اللي هنساعده إنه يهاجر ملزم يساعدنا كلنا، واللي هنساعده إنه يتجوز من الآمنين ملزم يأمننا كلنا. اتفقنا؟ خلاص بقى انت هتفلقنا. طب يا ستي متشكرين. على كل حال بعد اذنكم انا عايزكم تفضلوا لي المساحه اللي في النص دي كلها. هتعمل ايه؟ هتعرفوا دلوقتي حالا هعمل ايه. وبمناسبة احتفالنا ببداية خطتنا الكبرى للرحيل، اسمحوا لي اسمعكم مزيكا كلنا بنحبها.
الغلسانه دي؟ طول عمرك غلس. انت لازم كده تقل مزاجنا. من هنا ورايح ما تنفعش تبقى هي دي المزيكا اللي تحرك مشاعرنا او ترقصنا. ليه بقى ان شاء الله؟ ما دام قررنا الهجره يبقى لازم نطلع الوطن القديم من جوانا بكل تفاصيله وملامحه وطعمه. بس دي عملية صعبة قوي يا بابا. زي ما الوطن طردنا من جواه لازم احنا كمان نطرده من جوانا. يلا نجرب تاني وانا هساعدكم. مكلبش قوي. صعبة قوي يا بابا. قصدك قوي يا حسن. هوبا.